يا فرحة الزملكاوية، الأهلي ما راحش الماتش. قمة من غير ماتش. تخيل إنك مشجع كورة، الأهلي والزمالك بيصنعوا أغرب سيناريو في 2025 ومحضر اللب والتسالي واخد أجازة من شغلك، وفجأة الماتش ما يتلعبش أصلا. ده اللي حصل النهاردة في قمة الأهلي والزمالك، اللي اتحولت من مواجهة كروية لسلسلة أحداث درامية محدش كان متوقعها. القصة بدأت إزاي؟ الأيام اللي فاتت كان في كلام كتير قوي عن التحكيم، والأهلي خرج بيان رسمي بيطلب حكام أجانب، لكن اتحاد الكورة قرر إن الماتش يتلعب بحكام مصريين وعلى رأسهم محمود بسيوني. الأهلي رفض الفكرة وهدد إنه مش هيلعب إلا لو جابوا حكام أجانب. الزمالك من ناحيته قال إنه مستعد للماتش ومستعد يلعب بأي حكم. الزمالك جاهز والأهلي فين؟ الساعة بتقرب من الساعة 9:30 والعيون كلها على استاد القاهرة. لاعيبة الزمالك وصلوا ولبسوا التيشيرتات وبدأوا عمليات الإحماء، والكاميرات بتصور والجماهير مستنية صفارة البداية، لكن فريق واحد بس اللي في الملعب، الأهلي ما جاش، والاستاد بقى أشبه بمسرح مفتوح لمسرحية بدون بطل تاني. بعد انتظار الحكم محمود بسيوني طلع الملعب وصفر بصفارته، وبعد الدقايق القانونية أعلن إن الزمالك كسب الماتش لعدم حضور الأهلي. اللقطة كانت غير متوقعة خالص والدنيا ولعت في ثانية. هل الأهلي يتعاقب؟ هل يتحاسب انسحاب رسمي؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الماتش ردود الأفعال كانت نار. جمهور الأهلي شاف إن الاتحاد ظلم فريقهم وإن الحكام المصريين مش هيدوا عدالة في القمة، وفي المقابل جماهير الزمالك بتقول إن فريقهم التزم باللوائح وإنهم يستحقوا الفوز. الإعلاميين والمحللين دخلوا في نقاش حاد والقضية بقت حديث السوشيال ميديا. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ دلوقتي الكورة في ملعب اتحاد الكورة والفيفا والكل مستني القرار النهائي. هل الأهلي هيتعرض لعقوبات؟ هل في إعادة للماتش؟ ولا الزمالك هياخد ال3 نقاط رسمي؟ الأيام الجاية كل حاجة هتتحسب. انت في رأيك هيحصل ايه؟